السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثالث في الجغرافيا، اللي هو النشاط التعديني في العالم. أول حاجة هنعرفها إيه هو النشاط التعديني. هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة. عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي. يبقى المعادن زي هنعرفها الحديد والنحاس وهنعرف أنواعها، ومصادر الطاقة زي الفحم وبترول وغاز طبيعي. وكل ده بنخرجه منين وبنستخرجه منين؟ من باطن الأرض، من باطن القشرة الأرضية. طيب يا إما المعدن ده اللي احنا اكتشفناه يكون على سطح الأرض، يا إما في عمق بنحفر في الأرض عشان نعرف نستخرج المعدن. طيب أنا دلوقتي عندي استخراج معادن ومصادر طاقة. أنا عشان أستخرج الكلام ده كله لازم أقوم بعمليتين. يعني أي دولة عايزة تخرج معادن من الأرض بتاعتها لازم تقوم بحاجتين. أول حاجة إنها تعمل عملية بحث وكشف عن الخامات عن طريق بقى الأجهزة الحديثة. مجموعة من الناس بيبتدوا يمشوا في الجبال في الصحاري، يفضلوا يدوروا على المعادن دي، ولو لقوها بوفرة وبكميات يعني كبيرة، مش يعني كمية قليلة، لأ بيلاقوها بكمية كبيرة، يبتدوا يعملوا مصانع بجوار هذه الأراضي اللي بيستخرجوا منها المعادن، على أساس إن هم يصنعوها. يبقى أنا عندي إيه هو النشاط التعديني تاني؟ هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة اللي هي من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن القشرة الأرضية، بنخرجها من الأرض. وعشان أخرج المعادن دي من الأرض محتاج أعمل عمليتين. العملية الأولانية إن أنا أبحث عن المعادن دي واكتشفها الأول وأشوفها فين. المرحلة التانية بعد ما بابحث وباكشف عن الخامات دي واكتشفت فعلًا إن في الأرض دي في معادن، أبتدي أعمل حاجة اسمها أعِد المكان اللي اكتشفت فيه المعدن ده. المكان ده بيبقى اسمه المنجم. يبقى أي مكان بنلاقي فيه معادن وبنستخرج منه المعادن بنسميه منجم. المنجم ده لازم أعده ع أو يعني أبتدي أطوّر فيه شوية على أساس إن أنا أعرف أستخرج منه المعادن دي. ممكن أعمل خطوط حديد جوّه زي ما بتشوفوها كده، مثلًا بيبقى في قطر كده صغير بيحمل المعادن ديّة، فباعمل خطوط حديدية عشان إنها تحمل لي المعدن من قلب المنجم للمصنع. وبرضه باعمل طُرُق، يعني باعمل طُرُق تساعد العُمّال والناس اللي هتيجي تشتغل في المنجم ده، إن هم ييجوا من بلادهم وييجوا على المنجم، إن هم اللي اُكتشف يعني، ويبتدوا يستخرجوا منّه المعادن، فباسهِّل عليهم باعمل لهم طُرُق. تاني حاجة باعمل لهم مساكن، لإن هم هيقعدوا فترات طويلة في استخراج المعادن دي، هيقعدوا فترات طويلة، فلازم وهيباتوا، فلازم إن أنا أعمل لهم مساكن للعاملين اللي هيشتغلوا على استخراج المعادن. يبقى أنت عندك حاجتين بيتعملوا أو الدولة بتعملهم عشان تشتغل في النشاط التعديني. أول حاجة إنها تدوّر على المعدن ده وتكتشف المعادن دي وتبحث عنها. وتاني حاجة تبتدي تعد المكان اللي اكتشفته عشان تسهل عليها استخراج المعدن وتوديه المصانع. طيب يبقى بعد العمليتين دول بتتم بقى المرحلة اللي هي مرحلة استخراج المعدن وبيبتدي يتنقل ويتوزع. طيب بعد كده عايزين نعرف القشرة الأرضية دي وجدوا فيها حوالي 2000 معدن. يعني القشرة الأرضية دي ربنا سبحانه وتعالى وهب فيها 2000 معدن. اتعرف على المستوى التجاري يعني والصناعي 200 فقط بس، يعني اللي اشتغلوا فيهم وعملوا منهم صناعات كانوا 200 معدن بس. وأنا عندي لازم أعرف إن عندي دول متقدمة ودول نامية. دول متقدمة
ودول نامية. الدول المتقدمة هي اللي معروفة بالصناعات وإنها بتستخرج إنها بتستغل المعادن دي وتعملها في الصناعات أكتر من الدول النامية. وإن الدول المتقدمة بتستهلك حوالي 85% من معادن العالم. حوالي 85% من معادن العالم، رغم إن عدد سكانها قليل، أقل من الدول النامية، يعني حوالي خمس سكان العالم. يعني سكان الدول المتقدمة خمس سكان العالم، ومع ذلك بتستهلك حوالي 85% من المعادن. طب ليه؟ لأن الدول المتقدمة بتتوفر فيها صناعات مختلفة كتير، ده غير إن عندها تقدم في العلم والتكنولوجيا اللي بتساعدها إنها إزاي تستفيد بالمعادن دي وتحولها لصناعات. لا، وكمان إن الدول النامية آه، معظم المعادن فيها، يعني الأراضي بتاعتها مليانة معادن، ومع ذلك بتصدروا خام للدول المتقدمة، والدول المتقدمة تاخده خام وتصنعه، وبعد ما تصنعه تبعته بأسعار عالية. مع إن لو الدول النامية كانت استغلت المعدن ده في أرضها وحاولت تطور من التكنولوجيا عندها، كانت هتستفيد أكتر من المعدن اللي هي استخرجته من الأرض عندها بدل ما تصدره. أهم المعادن في العالم، هنيجي ناخد دلوقتي أهم المعادن في العالم: الحديد، النحاس، البوكسايت، المنجنيز، الفوسفات، الذهب، اليورانيوم. هنعرف بالتفصيل دلوقتي كل معدن أهميته إيه، وإيه الدول والقارات اللي مشهورة باستخراجه أو بتصنيعه. أول معدن معانا هو معدن الحديد، وده الإنسان عرفه من آلافات السنين. ومعدن الحديد موجود في جميع قارات العالم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن الناس كلها هتستخدم الحديد، فالأراضي كلها معظمها موجود فيها معدن الحديد، وهنعرف أهميته، وهو بيعتبر من أهم المعادن المستخدمة في العديد من الصناعات زي السيارات والآلات. لكن أهم صناعة لازم تعرفها هي صناعة الحديد والصلب. أهم الدول المنتجة للحديد، احنا قلنا إن معدن الحديد في جميع قارات العالم، لكن الصين أولى دول العالم إنتاجا للحديد، وتاني دولة هي دولة استراليا. يبقى أولى دول العالم إنتاجا للحديد الصين، وتاني دولة استراليا. لقينا إن 30% من الإنتاج العالمي للحديد بيدخل في التجارة الدولية، واحنا قلنا قبل كده إن الدول النامية بتصدر المواد الخام اللي هي المعادن الخام للدول المتقدمة، والدول المتقدمة بسبب التكنولوجيا عندها والتقدم في العلم بتعمل على صناعة هذه المعادن. ولقينا إن دولة موريتانيا دولة مليئة بالحديد الخام، عندها كمية حديد خام عالية جدا، وبتصدرها للدول المتقدمة زي دولة اليابان وبريطانيا. دول من أكبر الدول الصناعية اللي بتستخدم الحديد. المعدن التاني اللي هو بيجي بعد الحديد النحاس. النحاس من المعادن المهمة وبيستخدم في الكثير من الصناعات، يعني أنا بدخل النحاس في كثير من الصناعات زي الأسلاك الكهربائية ديت معمولة من النحاس. الأدوات الكهربائية برضو معمولة من النحاس. طيب، إيه أهم الدول المنتجة لمعدن النحاس؟ شيلي أولى دول العالم إنتاجا، ودي تقع في أمريكا الجنوبية، والصين موجودة في قارة آسيا، برضو تاني دول العالم إنتاجا للنحاس. يبقى أنت هتعرف في المعدن ده حاجتين: أهميته والدول المنتجة ليه. بس أهميته النحاس بيستخدم في كثير من الصناعات زي الأسلاك والأدوات الكهربائية. إيه أهم الدول المنتجة؟ شيلي أولى دول العالم إنتاجا، ودي بتقع في أمريكا الجنوبية، والصين
بتقع في آسيا، دي تاني دول العالم إنتاجًا للنحاس. نيجي بعد كده للمعدن التالت وهو البوكسايت، والبوكسايت ده يعتبر خام الألمنيوم. أنت بتشوف الألمنيوم في شكله الأخير، لكن هو أصلًا يعني بيُصنع من خام البوكسايت. يبقى البوكسايت هو الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. يبقى إيه أهمية البوكسايت؟ هو الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم، يعني هم بيكتشفوا البوكسايت من الأرض وبيعتبر خام للألمنيوم. طيب أهم الدول المنتجة لخام البوكسايت اللي بنعمل منه الألمنيوم هي دولة أستراليا، هي أولى دول العالم إنتاجًا للألمنيوم. طيب إزاي بنحول البوكسايت لألمنيوم؟ اللي بنستخرجه البوكسايت دوّة إزاي نحوّله لألمنيوم؟ قال لي عشان أحوّل البوكسايت لألمنيوم لازم عدة مقومات، لازم يتوافر معايا كام حاجة كده اللي تخلّيني أحوّل البوكسايت لألمنيوم. لازم يكون عندي طاقة كهربائية، ويكون عندي خبرة علمية وفنية متطورة فاهمة إزاي تحوّل البوكسايت لألمنيوم، ويكون عندي سوق، يعني أنا سوق محلي يعني وخارجي عشان يستوعب الإنتاج اللي هيطلع من البوكسايت. طبعًا عشان الدول النامية ما بيتوفّرش فيها المقومات دي اللي هي طاقة كهربائية، خبرة علمية، سوق محلي أو خارجي، فبتوفّر أو بتصدّر البوكسايت للدول المتقدمة، وهي اللي تحوّله لألمنيوم. يبقى تحويل البوكسايت لألمنيوم بيتطلب منك 3 حاجات: طاقة كهربائية، خبرة علمية وفنية متطورة، سوق محلية وتجارية خارجية يعني عشان تستوعب الإنتاج اللي هيطلع من البوكسايت. وقلنا كمان إن الدول النامية ما عندهاش المتطلبات دي، ما بتتوفرش فيها، فبالتالي بتصدّرها للدول المتقدمة، هي بقى بتاخد البوكسايت تحوّله لألمنيوم وتبتدي تصنّعه. طيب مين أهم الدول اللي بتصنّع الألمنيوم؟ الولايات المتحدة الأمريكية، دي تعتبر أولى دول العالم إنتاجًا للألومنيوم، بالرغم من إن هي إنتاجها في البوكسايت قليل، يعني هي بتنتج بوكسايت قليل، بس عندها قدرة كبيرة في إنتاج الألمنيوم، وبتستورد البوكسايت من الخارج، تستورد البوكسايت من الخارج. الدول التانية المصنعة للألمنيوم كندا، أستراليا، اليابان. يبقى من أهم الدول المصنعة للألمنيوم هي الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أولى دول العالم، والدول اللي بعدها كندا، أستراليا، اليابان. وبكده خلصنا الجزء الأول اللي هم ال3 معادن المهمين اللي هو الحديد والنحاس والبوكسايت، وإن شاء الله الفيديو الجاي هناخد مصادر الطاقة